الشعب المصري هو أخف دم في العالم، ومصر هي بلد المضحكين وبلد الكوميديا الأولى، وعندنا أفضل صناع الكوميديا في العالم. تاريخ مصر مليء بالممثلين الكوميديين وصناع الكوميديا المبدعين. عندنا تاريخ حافل يعني من أساطير الكوميديا. واحد من أفضل ممثلين الكوميديا في تاريخ البلد دي وبدون مبالغة هو صاحب حلقتنا النهاردة، اللي لو ما كانش كوميديان كنت استحالة تشوفه في أي حاجة تاني. هو اتخلق عشان يكون كوميديان، أسطورة الكوميديا في القرن ال21 وما قبل الألفية الجديدة كمان، المبدع محمد هنيدي. فليه محمد هنيدي واحد من افضل الكوميديانات في تاريخ الفن المصري. السلام عليكم، اهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. محمد هنيدي اتخرج من المعهد العالي للسينما في عام 1991. بدا عمله في مسرحيه دكتور زعتر وفي مسلسل على الاصل دور والعرض حلقي، ولكن اول مسلسل ساب هنيدي فيه بصمه وتعرف من خلاله كان مسلسل البخيل وانا سنه 90. انا قريت مشهد واحد قال خلاص ستوب، انا قلت خلاص هطرد وهتبقى ليله سوداء. قلت له ايه حضرتك؟ قال لي خلاص خدوه مضوه مبروك يا ابني. وكانت اول حاجه وكان اول عقد مسلسل دور وحاجات كده. دخلت طبعا خدت كام يا محمد؟ 750 جنيه. يا ساتر. والله العظيم مبلغ رهيب. والله ده مبلغ كان زي العسل وكان طبعا فرق كبير. والله العظيم حاجه عظيمه. قال لي يا ابني هنديك 750 جنيه. قلت له يا فندم يعني قرش ماشي. اللي انت هدفع فلوس. وشارك مع يوسف شاهين برضه في اسكندريه كمان وكمان. مين اول حد قال لك انت هتبقى فنان كويس؟ الله يرحمه ويحسن اليه الاستاذ يوسف شاهين. يوسف شاهين. كنا في فيلم اسمه اسكندريه كمان وكمان، احنا بنتعشى وكذا وبتاع. قلت له يا استاذ يعني قول لي اي حاجه، يعني اكمل ولا اعمل ايه، انا مش فاهم وحاجات كده. فالله يرحمه يعني طمني جدا جدا، قال لي هتبقى شاطر قوي وكذا وهتشتغل سينما ومسرح. ومع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في يوم مر يوم حلو وقلب الليل مع الأسطورة نور الشريف، وبيعمل مشهدين في الهروب وقدم شخصية عبارة عن مشهدين بس سابوا بصمة جامدة جدا في الفيلم الرائع المنسي. صاحب إفيه قصة ولا منظر ظهور صغير بس قدر يقدم ظهور مميز وواحدة واحدة بيتعرف ما بين الجمهور. لك يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ مناظر. كم منظر؟ 5 مناظر، 2 بقميص النوم و3 مقص. 3 منظر؟ بقول لك يا كابتن، المرة دي واخدة حقها ولا طياري؟ طياري ايه؟ كل منظر واخد حقه وزياده، تصدق بالله؟ لا 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 انا قافل الورشه وداير ورا الفيلم ده في كل سنه، كل ما اروح فيه اروح وراه. ابتدوا الناس يسمعوا انه في واد لطيف يعني كان في فيلم اللهم بتاع قصه ولا مناظر. ايوه المنسي. بس اقصد المشهد اللي راح عامل جو شويه. ورحت عملت المشهد ده وكان طلعت كانوا بيقولوا الواد بتاع قصه ولا مناظر. ايوه صحيح. من سنة 93 لسنة 97 ومحمد هنيدي بيدور على الانتشار، ومن خلال هذا الانتشار ده بينجح في الأدوار اللي بيقدمها وبيثبت إنه ممثل كوميدي من الطراز الرفيع، كوميديان بالفطرة، ويبني ثقة ما بينه وما بين الجمهور. ومن خلال الثقة دي يقدر يعمل بطولة مطلقة ويشيل أعمال لوحده. من 93 ل 97 بيقدم ويشارك وبيسيب بصمات مهمة جدا في أعمال زي شخصية ربعاوي في مسلسل العسكري الأخضر مع الأسطورة سيد زيان. لو مشفتش حلقة سيد زيان روح شوفها. وشخصية حمامة في مسرحية حزمني. كابتن اللهم اجعله خير. خير الله. السلام عليكم. صح الله وبركاته. اخوك حمامه من مصلحه التليفونات. اهلا يا حمامه، ازيك؟ بعتني عشان اعمل لكم اسلاك الديناميت اسمها ايه التاني؟ اسمها التليفونات. وعنتر في سرق الفرح، وشارك مع الزعيم عادل امام برضه في خيط وعديل. محمدين في قشر البندق، العمل اللي كان بيضم كل ابناء الجيل ده تقريبا. وفوازير اندريتد جدا وكوميديه وبتضحك الى ابعد حد زي سيت كوم وانت عامل ايه. يا ست بسبوسه، ده مخرج فيلم صلاح في الوادي جاي يعمل فيلمه الجديد محمود في الوادي. ليه صلاح ماله؟ عنده امتحان آلة بكره. انا ده مخرج فيلم. ماما وانت بشكل عباك بتسال على تسكيك على تعب علي الحافظ. صح هاني انا بوسو تعالوا يا حبايبي تعالوا. هتلعب علي حفص وبكاتو ده كانت صغيره. ايوه كنت هتاخد جوه بسمع تسكيك علي. انا كنت بسمع التسكيك بلعب عليه بحافظ. اسمعنا الله يخليك. اسمعنا مين ده مصيبه سودة اتبرت علينا مش عارف اخليك. طب انا قلت كده اهو يا رب. بقول لك ايه؟ انت انا اخوك الواد هاني. وغيروا لغه الضحك في مصر. هو انت عامل ايه؟ دي كان سيت كوم بس قبل ما نعرف يعني ايه سيت كوم. طب فانت عامل ايه؟ كان في كم ارتجال طبعا. كله ارتجال. كله مش كده؟ كله ارتجال. بس احنا كنا ايه المشهد ايه انتوا عايزين مننا ايه؟ للامانه. وكان في مخزون نفسنا نطلعه. يعني انا افتكر واقعه كان في احد الصحفيين المحترمين سمع عن الناس ديت وجاي يعمل لقاء مع الشباب دي. طيب. فدخل لقانا نايمين، فقعد الراجل جنبنا واحنا متلقحين على السرير وهم بيوضبوا المشهد.
قال له الحلقه كذا وفيها دورين، ام وبنتها، مين هيلعب ايه؟ فقلت له علاء هتعمل ايه؟ قال انا هلعب الام. قلت له خلاص انا هلعب البت. قمنا والله على طول على يا دوب بس ظبطنا الدنيا، وعملت انا يوميها البت العبيطه بتاع بحب حامي حافظ دي. انا مش قادر اقول لك الحلقه دي يوميها عملت ايه في الوطن. الصحفي ده اتجنن، كتب بقى في اليوم انا رحت شفت ناس مجانين، رحت شفت ناس صحوهم قاموا عملوا الحلقه اللي انتوا شفتوها. وفوازير ابيض واسود تاني اللي كواليسها لوحدها اجدع من اي فيلم كوميدي. اتأخرت عليك، اصل كنت معزوم. اول ما خلصت من العزومه جيت لك على طول. مين اللي كان عازمك؟ البوليس. تخرج من هناك تيجي على هنا. ده احسن وقت، عقبال ما يخلصوا اجراءات المراقبه نكون احنا خلصنا من شغلنا. هم خدوك من السكه؟ لا من عشه. ومسكوا حسب الله؟ طار قبل ما يمسكوه. خد اوزن. سنة 97 كانت سنة النقلة بالنسبة لمحمد هنيدي، قدم فيها 3 أعمال سينما. أول عمل منهم هو دوره شخصية فرج في حل حوش، وشخصية فارس في سمكة واربع قروش. لكن الشخصية الثالثة والعمل الثالث كانوا في حتة تانية. الانطلاقة الحقيقية لمحمد هنيدي بجد وهي شخصية منعم أو عبد المنعم في الفيلم الأيقوني اللي نقل إيرادات السينما في حتة تانية، وكان نقلة في الإيرادات بشكل عام. الفيلم اللي حقق 17 مليون جنيه أيام ما كانت تذكرة السينما ب5 و10 جنيه. فيلم إسماعيلية رايح جاي، الفيلم اللي كان مراهن الجميع على فشل من أول المنتج والمخرج لحد عامل البوفيه بتاع الفيلم. إخراج عادي جدا، إنتاج الفيلم ميزانيته كانت قليلة جدا، لكن اللي نجح الفيلم والنقلة كانت في الحالة اللي عملها الفيلم. فيلم دافي كوميدي في قصة نجاح هيما الشاب الفقير اللي حلمه يبقى مغني، اللي كان بيجسد شخصيته محمد فؤاد اللي كان نجم مهم وقتها ومكسر الدنيا، وهو اللي راهن على نجاح هنيدي في هذا الفيلم. مش هنقدر نقول سبب اكتشافه، لان هنيدي من الفنانين المجتهدين الحقيقه، اكتر فنان في هذا الجيل شارك في اعمال قبل البطوله المطلقه. هو وعلاء ولي الدين رحمه الله عليه تابوا وشقيوا ودوروا على الانتشار في بدايتهم لحد ما بقوا نجوم صف اول. ده برضو ما يمنعش انه لولا مشاركه هنيدي في هذا الفيلم ما كانش بقى بطل اول في الوقت ده اللي هو بعد كده. من اهم اسباب نجاح الفيلم ده وهو اغاني الفيلم، شريط كمننا اللي كسر الدنيا في الوقت ده وعمل مبيعات غير مسبوقه، واغاني تانية زي بحلم وحلالي وحيران كده ليه. قصه نجاح هيما في الفيلم ده من خلال عزت ابو عوف هي قصه حقيقيه، وهي قصه نجاح محمد فؤاد في الحقيقه. عزت ابو عوف هو مكتشفه الحقيقي. فيلم بالرغم من ميزانيته الضعيفه واخراجه اللي مش قد كده الا وانه تحب تشوفه جدا. فيلم اتعلق بيه جيل كامل، حاجه كده اشبه بفيلم الليمب الجزء الاول، الفيلم اللي كسر الدنيا وحقق نجاح غير مسبوق. وزي ما قلنا حقق 17 مليون جنيه، ومن هنا كانت نقله الجيل الجديد ونقله ايرادات السينما المصريه. اللي كان اجدعها فيلم قبل الفيلم ده كان بيحقق 6 مليون جنيه، اللي هو طبعا افلام الزعيم عادل امام اللي كان اكتر واحد متضرر من هذا الجيل. اتغفل انه في جيل جديد بقيادة هنيدي قدر يخليه مركز تاني كنجاح، لكن بعد كده قدر يواكب هذا الجيل ويحقق ايرادات عالية جدا، وعشان كده هو الزعيم اللي ما استسلمش للموجة دي وقدر يناطحهم ويبقى معاهم ند بند كبطل اول، غير ابناء جيله طبعا اللي بعد كده بقوا صف تاني ومساندين للابطال الجدد، امثال زي محمود عبد العزيز ونور الشريف ومحمود ياسين. بقول لك ايه؟ عايز حلاقه، فاكر حلاقه شكري سرحان؟ بتاعت فيلم ايه؟ ناصر صلاح الدين فاكرها؟ لما كان مقطوش من هنا كده. عارفها؟ يلا بينا. توكل على الله. ايه شارع الزبون؟ العب العب يا اطلع بره يا بطله. عطشان. وبعدين بقى في الليله الزرقاء دي بقى ما تقوم تشوف لك سرفه يا عم. اعمل ايه؟ اقوم مخنوقه يعني يا جدع؟ بقول لك امي امي تستعملها، ومن يوم ما خلع وهي الحال اللي انت شايفه ده. في ايه منها؟ مين دي؟ مش التاني النهارده دمك ايه ده؟ راح فين اعمل لك شاي؟ يا ريت شاي انصرفي باذن الله. منعم ولا منعم؟ ايه؟ مين فتح كوبري عباس على في المظاهرات على الطلبه؟ عمر الحريري. يا اخي مش الفيلم، في الحقيقه. فريد شوقي. الله يخرب بيتك، انت عايز تسقطني منعم؟ وانا عارف حاجه، وانا انا سيبني سيبني. هتروشنا في يومك. حل بهدوء، غش بهدوء. لازم ندور على شغل بقى. دور انت يا حبيبي، انا عارف انا هشتغل ايه. تشتغل ايه؟ كوافير هرجل. ايه؟ كوافير هرجل جالي، عايز انت تشتغل كوافير هرجل حريمي، دي حاجه هترجع لك معلش. انا نفسي القى نفسي واد حبيب وبيت ومعايا فلوس بتشيل 30,000 جنيه. You speak to me؟ دي طلعت اجنبيه. اجنبيه ايه؟ انت بيخش عليك الجو ده. مصريه ومن شبرا واخوها اسمه حسن وعليه حكم. ما تلم نفسك انت هو اخويا. مش قلت لك اخت حسن؟ الله ايه بقى، مش عايزين نروح في داهيه هنا، امشوا ساكتين بقى. تعذرني يا هيما، انا احلى واحده شفتها كانت امي. بكام عامل العنب ده؟ رجع عنب يا عم. طب ما تكتب بطيخ بدل ما تلخبطونا. ماشي يا عم. عيد ميلاد. الله قشطه. فرجت يلا. اقول لك على مفاجاه بقى. عندي بنطلون كبر عليا هليق مع ده كده. استنى استنى. بص يا ريس،
خده وسعه، هيضيق عليك، هيمشي مع القميص 100 100. ربنا يخليك. الله يخليك. بقك ده الواحد سابهم ومشي. شفت جرايه اخوك؟ هخلي خرتيتي يتريق علينا. خلاص. واحده واحده واحده. ما تعرفش مستشفى ام المصريين دي فين؟ ايه؟ ام المصريين. يا ربي، يعني حتى محمد رمزي الله يرحمه يقول لك انا دخلت يعني مش عارف رزق على الله بقى هو كده اعمل كام نسخه وبتاع. كانت السينما في الوقت ده في الموت. في الانعاش بجد. انا كنت بعد اقول يا رب اسماعيليه ده ما ينزلش. يا والله سبحان العظيم الله. قلت فيلم سينمائيا ضعيف شويه، مش كنت شايفه كده. نزل الفيلم انا ما رحتش، يعني ما رحتش اتفرجت لما كلمني سعيد حامد. رحت طبعا حضرت العرض الخاص كان اخراج كريم ضياء الدين بالظبط. سعيد حامد كلمني قال لي انزل شوف النجاح اللي حاصل. قلت له عامل ايه الفيلم يعني؟ قال لي انزل شوف. انا فاكر رحت سينما شيراتون، انا ما عرفتش ادخل والله. طلعت اتفرجت مع الميكانيكي فوق اللي بيشغل الفيلم، وابتديت اعرف يعني ايه فيلم ينجح ويعني ايه كذا الله وايه الجنون؟ الجنون جه من الغنوه ولا جه من الحاله المود كلها؟ من الحاله؟ الحاله كلها. اهم نقطه اسماعيليه رايح جاي. ايه اللي جاب محمد هنيدي بقى في السكه؟ محمد هنيدي تجارب على المسرح. ان المسرح كان بيوضح ان في قنبله موقوته يعني كوميديه عن السينما. وعنده الموهبه، انا بشوفه بضحك، انا بشوفه بنفجر من الضحك. راجل في موهوب، ربنا بعت معاه مقومات نجاح يعني. اتكلم بقى محمد حسن رمزي بيقول له ها عمل ايه يا اخويا الفيلم اللي احنا عملناه ده وخلتوني دبستوني فيه؟ قال له دبسناك فيه، ده جايب اعلى ايرادات في تاريخ مصر من يوم ما اتعملت السينما لغايه النهارده. وكان من اشهر الافلام اللي غيرت مجرى التاريخ. صح. وطلعت نجوم كتار وطلع يعني هنيدي يعني من اول حتى الناس اول ما سمعوا اجمد اغنيه غيرت يعني تاريخ في السينما كان من خلال فيلم اسماعيليه رايح جاي بالظبط. والاغنيه بتاعت محمد فؤاد، بس انت ليك حته صغيره بتغنيها فيها. دي عملت رد فعل فظيع. عملت مش قادر اقول لك. وانا اما قالوا لي عليها وقتها قلت لهم يا جماعه يعني ايه كاتش قادر؟ قالوا لي مش مقتنع يا استاذ. يا قعدنا في نزاع يومين كده فاقنعوني، فدخلت قلتها. لكن ما كنتش متوقع رد الفعل ده الحقيقه. فظيع. بس الاغنيه كلها على بعض عارف جميله حاله بالظبط. كاتش قادر فين؟ قالوا له حبي ناديه وحبي لولو. فاكرك يا ناسيني بعدك على عيني، فاكرك يا ناسيني بحلم ويحلالي احلم وانا مالي. حيرك كده ليه متغير ليه؟ المهم سنة 98 سنة المفاجأة الكبرى لما بينزل البطل الأول لهذه الفترة محمد هنيدي بصعيدي في الجامعة الأمريكية اللي بيحقق 28 مليون جنيه، اللي بيقدم فيه هنيدي كوميديا رائعة وبيظهر مدرسة جديدة في الكوميديا بشخصية خلف الدهشوري خلف، واللي بتفتح باب البطولة من بعد هذا الفيلم لجميع المشاركين في هذا العمل اللي هم أغلب الجيل: هاني رمزي، أحمد السقا، فتحي عبد الوهاب، منى زكي، غادة عادل، طارق لطفي. محمد هنيدي لحد دلوقتي مركز أول كنجاح، مركز أول لسنة 98 بإيرادات 28 مليون جنيه. مين مندوح ده؟ ده دراع اليمين ده يا عم، قول اصبع اليمين. اهلا وسهلا. لو سمحت ما فيش حد بيبيع حجاره قلم هنا؟ ايه؟ حجاره قلم. الغنى مستقبلي. كريز هو مستقبلك يا ميشو. اسف. على مهلنا. بس انا عندي امتحان، الله يخليك بسرعه. معلش. لا اله الا الله. جميل يا بيه. لا انا مش شايف زحمه. يا بيه. طيب. مطبط في الشارع ولا في ولا مطب، انت بتكذب. اهو الشارع فاضي. العربيه دي بتاعتك ولا شغال عليها؟ عليها اقساط؟ اي والله. عادي ده جنيله ولا اقساط اتدفعت؟ يا ابني اخويا لو شافك بتكلمها ممكن يخلص عليك. ليه يعني؟ ده متعصب جدا. هو انا اتكلمت في الكوره؟ اخلص هتتعارك امتى؟ يا دي النيله السوداء. يا ابني عندي محاضره مش فاضي لك انا. بس ايه الكاجوال ده بس؟ بص لبسك واتكلم يعني. عارف يا داز ما انت انا مشكلتي ايه مع البيت ده؟ ايه يا اخويا؟ تلاقيني مع كل الناس في الكلام ديك رومي بربنت، واجي لحد عنديها بطه بلدي. كتب علينا حاجات كتير قوي. ايوه قول لي حاجه من اللي ربنا كتبها علينا، حاجه قولها. تكون مصايرنا واحده. عبله احنا كتب علينا ان سجايرنا تبقى واحده، يعني تديني سجاره اديك سجاره، او اللي عليك بالولاعه تطفيها تقولي هف. الحمد لله. الحمد لله. يخرب بيت ليلتك. الحمد لله. عايز ايه انت المره دي؟ مش دي شقة المعلم الأستاذ رمزي ومراته الجديدة؟ ايوه هي دي شقه المعلم فوزي وانا مراته الجديده. ايه بالطريق؟ ايه الدم ده؟ انا ده رصاصتين كده ما يهمكش يا خالد. جولك منين؟ طلع عليها قطاع طريق ضربوا عليها نار. وعملت ايه انت؟ عامل ايه؟ ضربت عليهم نار. كانوا عايزين منك ايه؟ قالوا لي هات الرخص. ده حكومه يا دزمه حكومه. خلف انت طالع معانا الرحله؟ انت طالع؟ طبعا.
انا هفكر فيها شويه. ديزا ايه ده يا خلف انت بتخرف؟ ما تخليك فريش، ده احنا فرحنا يا ست الكل. عارفه قصيده الكلمات اللي كتبها؟ ثلاث ارباعها مستوحاه من عبد الله. خلف انت بتكذب يا خلف. طبعا مش فرحله، خليك فريش. بلاش يا خلف. ليه؟ سيرك بطل الجمهورية ها؟ ماني تاني جمهوريه متصور مع سياده المحافظ والصوره في البيت. يا ابني هو بطل الجمهورية في السباحة، انت في التعليم. ازاي كسبك يا سراج؟ ده انت كنت سابه بكتير قوي. شد عضلي. وانت كسبته ازاي يا خلف؟ شدوا عضله فخاف لعضلاته تبان، قوم انا كسبت. نورا يا ست الكل. حسين يا حسين، انت نسيت عملت فينا ايه؟ حاسب عشان دي شقه خالي، بلاش الكرسي ده عشان بتاع مين خالك ده؟ هاني شاكر يعني؟ يا علي يا علي يا علي، ده انا قلت لك حريم لا، حريم لا. اسمع كلامي يا علي، ما تامنش الحرمه في الدنيا دي كلها غير امك، ولو ابوك طلقها ما تامنلهاش يا علي. حق يا ابوي، امي عملت لي ما عرفت ان انا نجحت. عمل صينيه بطاطس اقعد يابا باللحمه. مش هتفرق، اقعد. واتس يور نيم؟ يا نهار اسود. توني هنيدي يا جماعه خارج تصنيف اي حاجه. هنيدي ده سبب سعد اجيال كامله. هنيدي ده سبب سعد ناس كتير جدا، انا واحد منهم. ربنا جعله سبب لناس كتير جدا جدا على كل المستويات. احكي لي ازاي؟ مسرح، سينما، تلفزيون. هو رأس السهم التي نفذت وعبر وراءها بقيه الاجيال. وهو اول واحد ضرب الباب للجيل الجديد، يعني هو الكبير بتاع الجيل الجديد. هنيدي اول واحد دخل في صعيدي في الجامعه الامريكيه. هو اللي ادى فرصه انه الله ده انا كمان اطلع وممكن يبقى في بطوله، الله ده انا ممكن كمان اطلع. يعني هو اول واحد زق الباب برجله ودخل. ان المشكله الجيل بتاعكم انه بدا بفيلم بالصدفه، نجح بالصدفه اللي هو اسماعيليه رايح جاي. فكانت النتيجه ان لما نيجي نتفرج على اسماعيليه رايح جاي مفيش ادوار اباء او اعمام او معلم لا متميزه، كله شباب. وقتها توقف منتجين السينما عن الانتاج ودخل منتجين جداد. بقى ده الايديا للمثالي في الانتاج، قالوا نعمل افلام كلها شباب. فده حصل فجوه بين الجيل بتاعنا والجيل بتاعكم. ولا بنخاف الدنيا بحالها، لو عايزين الشمس نطولها. في السنة دي في فيلم البطل مع الامبراطور احمد زكي، لكن كان تصويره وعرضه قبل الصعيدي. ومسرحيه الاباندا المسرحيه اللي شارك فيها برضه جيل كامل من الفنانين الجدد وعلى راسهم محمد هنيدي. المسرحيه الانجح في هذه الفتره اللي كانت بتضم شريف منير وهاني رمزي واحمد السقا وعلاء ولي الدين. المسرحيه اللي قدم فيها محمد هنيدي اداء كوميدي من اروع ما يمكن، واثبت فيها انه من افضل الممثلين اللي بيقدموا كاركتر. قدم شخصيه اندريتد جدا في هذه المسرحيه، شخصيه الاستاذ محمد سانكافولا. كوميديا على المسرح بدون مبالغه تاريخي من اروع ما يمكن. الساعة 7 كنت قاعد بخيط بيجامة عمك يا عماد. ما تعرفش ضربينه في الورشة ولا ايه؟ قلت له يعني. المهم قعدت انا والراجل عملت له كوباية زفت يدفعها. فتحنا الشباك لقيت جاي من ناحية بيتكو زغاريط 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 زغاريط. كان في حاجة ان شاء الله. انا انت بيضة. انا احب سامي. انا عارف. النبي سامي ده روحي 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 روحي. انا عارف. وينطلق هنيدي في عالم البطولة المطلقة، الفيلم الرائع الذي لا يقل شيء عن صعيدي في الجامعة الأمريكية، وبالنسبة لناس كتير هو أفضل بكتير، وهو فيلم همام في أمستردام، واللي نزل سنة 99 بشخصية همام مجاهد شعبي. فيلم أيقوني وشخصية أيقونية من محمد هنيدي. محمد هنيدي كان دايما لازم يعرض القضية الفلسطينية في أفلامه، سواء في الصعيدي بحرق العلم أو همام اللي كان حاطط إيده بشكل مباشر على القضية بأغنية الحلم العربي. شخصية يودا اللي أبدع في تقديمها الممثل أيمن الشيوي، إظهاره دايما للقضية في أفلامه طلع جيل كامل كارهين للكيان ابن المكة بشكل مش طبيعي، وده يرجع للمخرج المبدع سعيد حامد. فيلم همام في أمستردام نزل وحقق 23 مليون جنيه، نجاح ساحق للمرة التانية. وللسنة التانية هنيدي متربع على عرش السينما، خلاص الناس بقت مستنية العمل اللي هيقدمه هنيدي بفارغ الصبر عشان يدخلوه سينما. كانت بداية ارتباط الناس بالجيل ده بشكل عام. ما تيجي نخرج بره. انا مش خارج. لازم تخرج. للكوا زي مالك؟ يا أما بتعشى. وايه اللي مدهولك كده؟ اوعى يا تكون حكايه ايمان هي اللي مأثره فيك. ما تأثر، يعني هتأثر أكتر من كده.
نانا يا تاتا يا تاتا يا نانا يا آية يا آية آية لوحدها ما تزقف. في نفس السنة سنة 99 بيقدم مسرحية عفروتو اللي كسرت الدنيا برضه ونالت نجاح غير طبيعي، وقدم فيها هنيدي كذا كاركتر وحقق اكتر مبيعات. في سنة 99 بيعيش هنيدي حالة انتعاشة بيتمناها اي نجم سينما. سنة 2000 بيقدم هنيدي فيلم بلية ودماغه العالية اللي كان اقل نسبيا من صعيدي وهمام، وحتى على المستوى الايرادات ما حققش نفس النجاح، حقق 16 مليون ونص، ايرادات ضخمة بالنسبة للوقت ده، بس بننزل مش بنطلع. صباح الخير يا حارة. عيب قوي اما الحاره كلها ترد الصباح وانت ما تردش. الصباح بتاع ربنا. صبح اخرس ما تقول من الصبح. انت قلت ايه؟ قدم سنة 2001 فيلم كوميدي رائع فنيا، فيلم جاءنا البيان التالي بشخصية نادر سيف الدين، الفيلم اللي أبدع فيه هنيدي وقدم بصمة كوميدية رائعة كعادته. الفيلم نزل وحقق 18 مليون جنيه وكان رقم 1 في سنة 2001، أنجح فيلم نزل وما زال هنيدي هو الممثل الأنجح في مصر بجانب علاء ولي الدين صديق عمره اللي قدم عبود على الحدود سنة 99 وحقق إيرادات 5 مليون جنيه، والناظر سنة 2000 اللي طلع نجوم تانية غير النجوم اللي قدمهم هنيدي في أعماله. الناظر طلع أحمد حلمي ومحمد سعد، فيلم الناظر اللي حقق 16 مليون جنيه. كان فيه منافسة رائعة بين طفرة الناظر وطفرة صعيدي ما بين هنيدي وعلاء ولي الدين، المنافسة التي لن تستمر كثيرا بسبب وفاة علاء ولي الدين سنة 2003، إلا وإننا كنا هنشوف منافسة قوية جدا ما بينكم وبين هذا الجيل. سنة 2001 نزل علاء ولي الدين بآخر أعماله السينمائية، الفيلم الأندرريتد جدا ابن عز اللي وقع في الإيرادات ومحققش النجاح المطلوب، لكنه نجح جدا بعد ما اتعرض على شاشة التلفزيون، عمل مش واخد حقه خالص. يا خراشي وكمان راس حربة، هو انا ناقصة؟ الله يمسيك بالخير يا بيبو. ايه ده استنى ايه ده ايه في ايه؟ شفت بالفرهدة بتاعتك؟ ايه من ايه؟ هبطت من ايه؟ واخدة انشبيوتشيك من غير ما افطر يا اخي. استنى لا كده هتعملي حساسية. ايه ده انت بتبوس ايدي وانا والدتك؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ سنة 2002 كانت السقطة بالنسبة لهنيدي سواء على مستوى المسرح أو السينما لما بيقدم فيلم صاحبه اللي ما كانش قد التوقعات خالص، ولا على المستوى الفني ولا على مستوى الإيرادات. حقق الفيلم 7.5 مليون، وهنا كانت المفاجأة الأكبر نزول محمد سعد بالليمبي اللي كسر الدنيا من ناحية الإيرادات، حقق 23 مليون جنيه، فيلم عمل دوشة سنة 2002 وبداية عصر نجاح محمد سعد اللي هيقعد متربع على عرش السينما والإيرادات 4 سنين على التوالي. نزل صاحبه وقتها نزل معاه الليمبي. فنزل محمد سعد بالليمبي كسح الدنيا. فانا ما كنتش متعود ان فيلم ما ينجحش. فجاه لقيت الله في ايه اللي حصل؟ فخلاص عرفت حصل حادثه، اتوبيس دخل في عماره. ماني قادر اقوم لك والقومه لك، تراني تعبانه فيري سترونج بليز، فيري سترونج تعبانه. هلا تبغى شيء؟ الله يخليك. ما تبغى موزه؟ لا شكرا. ولا برتقاله؟ لا الله يخليك. لحظه وين الكمثرى؟ تعبانه بدك تاكل شيء؟ لا مش لا عايز. بدك موزه؟ لا ربنا يخليك. باينابل؟ لا مش عايز. لحظه وين الكمثرى؟ مش عايز. لحظه وين الكمثرى؟ من ناحية المسرح قدم محمد هنيدي مسرحية ترقيع اللي نجحت بس مش بنفس نجاح عفروتو وألاباندا اللي كان نجاحهم ضخم جدا. سنة 2003 بيقدم هنيدي فيلم عسكر في المعسكر اللي كان أعلى بكتير من صاحبه ككوميديا، شخصية خضر حسنين الجبالي، بس على مستوى الإيرادات حقق 9 مليون جنيه وكان في المركز الخامس لإيرادات السنة دي، واللي كان المركز الأول طبعا محمد سعد باللي بلا اللي حقق 20 مليون جنيه، والمركز الثاني جه الزعيم عادل إمام بالتجربة الدنماركية اللي حقق 14 مليون جنيه وبدأ يناطح إيرادات هذا الجيل بعد التعثر. والمركز الثالث جه احمد حلمي بميدو مشاكل اللي حقق 10.5 مليون، والمركز الرابع جه سهر الليالي اللي حقق 10 مليون جنيه. النبي خضر بلاش ليه سوسو؟ مش عارفه كده كل ما تجرب مني تبتدي بتسخن. هو ده الحب يا ولا هو ده الحب يا بنت، انت سخنانه انا مولع، يخرب بيت حبك. الحب ولع في الدنيا. ابا انا عايز اتجوز. تعرف البنت سعديه بس هي بتحبني، اقول لها يا سوسو. حبيتها يابا والله اكتر من امي وابويا، بس على الله ابوها يوافق. قلتي ابا كوتو يا كوتو. بس بقى يا انا كنت حاسس ان انت هتتعبيني يا بنت الرفا دي. يا لهوي اسمعي وليه طلاق 3 لو ما طوعتيني لاكون غاسق، فاهم ولا لا؟ بس يا سوسو ايوه انا مش هقول لك انا جامد والحبه دول، بس اقول لك هتموتي، صدقيني هتموتي. ربنا كتب لنا ندخل في عربيه ناقله، هنقول ايه؟ والنبي يا اخي بس اوعي تتوحمي لا نخلي فرق الكاوتش.
وشك يا بنت الفقريه يا ابو ما انت ماشي. امنه غرقت التنين وخالتك صفيه اتحرقت الاربع. صفيه اتحرقت كمان الاربع. بقول لك يا سعدي ايه انت نفسك في واد ولا في بيت؟ عشان كل حاجه وليها طريقه يعني. نفسي في واد شبهك يا خالد. يبقى صفحه 12 باب القصير. كوتو 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 كوتو. هتموتي صدقيني هتموتي. يا بنت سعديه نامي بهدومك بهدومك. تعال يا ابن الغاليه وحشنا. وانا كمان هنام بهدومي. ايه الحكايه يا خال؟ حرب جهات وكوريا ومتولي وسام 6 كان مستخبي لك فين ده كله يا ابن الجبالي؟ ربنا يتوب عليك من الكالونيا النتنه دي يا خال. كنت فين يا سعديه؟ يا لهوي يا خضر على اللي شفته مع ابله كوريا. يا لهوي يا شفتي ايه مع ابله زفت؟ احكي يا سعديه وكشف شعرك ماشيه في الشارع يا سعديه. شربت بانجو ولا لسه يا سعديه؟ شربت بانجو ولا لسه؟ الشاليه راح فين يا اخوانا؟ لقيت جنب الفيلا اللي هناك يا خال. يا لهوي اني سعديه تنام في مزبله. ما خلاص يا اللي مقطع الانترهات انت كمان ناقصينك. ولا زفت دي عيشه تقصف العمر. صوتك ما يعلاش يا بنت النتن فاهمه ولا لا؟ بقول لك الاقيش معاك محميتين يا اخ. ايه؟ محميتين. معاك محميتين؟ معيش محميتين. انا مديك 6 محاميت من وديتيهم فين؟ وربنا معنا دختي معنا. يا برنس يا برنس انا قاعد انا دم ولحم زيك. انا مش قادر اصدقك. والنعمه معنا. ما حلفك وربنا معنا. صدق يا بنتي صدق انا عارف مندوح ده بتاع كلام. اديني بوس عشان تعبان قوي انا. عيب دي مرتك هتغتصبها. لم روحك. ان خلق الولد كان وحيد. دخل الجيش دخل ازاي؟ الجيش ازاي؟ تخيلي بعد 790 سنه. والله لقيت واحد كاتبها. واحد كتبها من كام يوم فضحكت قوي. كلمت احمد عبد الله قلت له ازاي؟ تقريبا عدت عشان هو كان في الشرطه عسكري في الشرطه. سنة 2004 بينزل هنيدي بالفيلم الكوميدي الأيقوني اللي من إخراج شريف عرفة، فلسطين العظيم، الفيلم الكوميدي المتكامل من أفضل الأفلام الكوميدية في الألفية الجديدة، بمحي الشرقاوي بجابر الشرقاوي، وجبة كوميدية متكاملة. الفيلم بينزل وبيحقق 14 مليون جنيه، وبدل ما كان المركز الخامس بيبدأ يطلع تدريجيا ويبقى في المركز الثالث بعد عوكل وعريس من جهة أمنية. انت صاحي؟ لا والله لا تستعبط. انا شايف عينيك مفتحه. انت تعملي وربنا نايم اهو. انت بتستعبط. تقف عند الكيلو 5200. عارفه ان انا حافظه صم. يا رب ايدك تشتغل. هو في طريق اسكندريه الصحراوي الكيلو 5200. وانا عرفني وانا المحافظ. وصلنا في الخطه لحد فين؟ لحد كيلو 5200. يا جدع يا بنت حرام الضرب ده كتير والله الضرب ده سبب اسري. 2 جريمه قتل عمد و10 اغتصاب. محي الشرقاوي 010 4 وحايد 02. وايه يا ابني اللي عامل فيك كده؟ ابدا لسه جاي من الجيم. انت كلمه سر. يوم ورا يوم حبيبي. بيقول لك بقى لما بيلاقوا الجثث. هو مين اللي دايما يقول لي ويعرفني منين؟ شكرا. يقول لك اسكت بقى. انا بنور لك. ده انا بنور لك. استر يا رب. انت جاي منين؟ استرها معانا يا رب. يا رب. يا جدع انت ما تستفزنيش. عمر كلها 5 ساعات ونوصل ما تقلقش. 5 ساعات اقعد كده. انا بقول لك اوراقك هكون اخلص. اسكت هو وقف فرخه. انت وراك الراجل ده. يا ابني يا ابني يا ابني انت بقى الله يخرب بيتك. ملهاش دواء هنا كل واحد في حاله. هالو انا في هالو انت في هالو. يا ريت يبقى هالو على هالو يبقى هالو واحد. انا رامي الصفا دي من بيروت. بيروت لبنان. حسنك يا لامون. هل انت وثيق من الفوز؟ وثيق من الفوز؟ لا انا وثيق من الفوز وثيق من الفوز مع احترامي لاي حد يعني ولا كبوله ولا اي حاجه لاخواننا الاشقاء بس انا وثيق من الفوز يعني. مصر طول عمره معروف بجبروته وبقوته وانا وثيق من الفوز. مش بتاع فوانيس. ايه يا عم ايه يا عم الفتيان انت يا دخلك انت رح تطبخ اللي انا بدي اطبخه. دخلك وبتسال ليه؟ كمان بدي اخذ شيء بتاخذ مثله. وانت مالك والسوبر ماركت بتاعك؟ ابليس شو يا استاذ؟ شو هالخلطة عجيبة؟ بدي دوق؟ بلاش. بدي دوق؟ لا بقول لك بلاش. على حساب كنا عرب. بدي دوق؟ وعشان كلنا عرب بقول لك بلاش. طارت هلا عروبة من قلبك؟ بدي دوق؟ وعشان العروبه ما تطيرش من قلبي وانت ما تطيرش من هنا بقول لك بلاش. هو فين؟ راح فين اللي كل شويه يطير وعامل لي فيها خفاش؟ سنة 2005 بيقدم فيلم يانا يا خالتي اللي كان أقل نسبيا من فلسطين العظيم، وكان بيعيد تجربة عوكل وقطاطة بتيمور والخالة نوسة بما إنه شاطر هو كمان جدا في الكاركتر وبيقدمه بطريقته الخاصة. فنان كوميدي موهوب بالفطرة، كوميديان قوي جدا بقى لأن هنيدي برضو بيلعب الكاركتر حلو قوي. هنيدي شاطر قوي في الكاركتر.
جدا. يانا يا خالتي بينزل ويحقق 11 مليون و300 الف جنيه، وكان نازل وسط مدعكة ابو علي والسفاره في العماره وبوحه اللي كان رقم 1 في السنه دي، وحرب ايطاليا وزكي شان. محمد هنيدي كان رقم 6 في السنه دي، خرج التوب 5. اقول لك قول لي هدول مساكين سيادة. يلا طلع وزع، فرقوا مالي فرقوا. كيف احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرا سقف النار هذه، ولو طلعته الخير جالك. ورا ليه يا ست انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. قال لك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه ازيك يا نوال؟ عرفتي اسامينا ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا قمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نزل لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي انزل. جامايكا يا ماما، حظك حلو صاحي. جامايكا يا ماما، دقيقة واحدة تاكل يا ماما. بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. ما نعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانة ومقهورة كده، زعلانة ومتنكدة. أنا مستنيك. يلا. انا فاكر استاذ محمد رمزي جه منتج الفيلم والله، وجه قعد معايا في الاوضه 10 دقايق وعملت له قهوه. كنت بعمل قهوه على السبرتايه كده، كنت خلاص لابس اللوليه دي وشرب القهوه والله ما عارف انا مين. لا والله وحياه المصعب الشريف، ومستغرب مين اللوليه اللي قاعده في اوضه هنيدي اول يوم تصوير. جاي يبارك لي اول يوم تصوير وقاعده وبتعمل قهوه واتضايق لدرجه قال لي هو الاستاذ هنيدي فين؟ قلت له انت بتتكلم بجد؟ قال لي نهار اسود والله العظيم. 2006 بيقدم واحد من افضل الاعمال الكوميديه. اكتر فيلم اندر ريتد ومش واخد حقه فيلم الطفوله وش اجرام اللي بينزل. انت عارف ابويا اعصابه تعبت من ساعه ما رفضوه في الشغل. انا ما اترفدتش، انا طلعت عماش مبكر. هو عماش الموضوع واضح. لحظه، انا هديك 60 جنيه وتيجي تشهد على ابوك في الاسم. لا يا ابو عباس، لا مش انا الشخص الحقير اللي انت بتتكلم عنه. خلاص 80 جنيه يا ابو عباس انت بتكلمني في اب، احنا بنتكلم في خروف. 90. خدي امي بعتها لك. اخر مره رفعت حواجبك امتى؟ قبل 11 سبتمبر ولا بعد 11 ايلول؟ ايه يا عم القلاطه دي؟ بنقول السلام عليكم ولا انت الصوت مش واصل لكم تحت؟ الله، غزاله صفرة بتخرط ملوخيه خضراء، ايه الحلاوه دي؟ الحق عليا، امك ولا ارحب يا طه؟ ازاي يا امي تسالي سؤال زي ده؟ رحاب طبعا. رايح فين يا عم؟ لا ما انا اصلا ما كنتش رايح، فقلت لما مش هروح يبقى لي هوديني، ممكن مبقاش حد هناك. اديني الحقنه بسرعه. انت بتشم بوشك ولا ايه؟ اديني الحقنه بسرعه يا باشا انا زميلك. زميل فين بقى ان شاء الله؟ سوبك يا باشا، ضابط امن ببرج الشيماء بالدور الاول للسطوح في حمايتي. باشا ميني بقول للجماعه ينزلوا حاجه للناس اللي تحت. حط رجلك في الميه. بلاش نتكلم في الموضوع ده. ليه يا الميه حلوه؟ مالك في ايه؟ يا بنتي هو انا رافض؟ ما انا عارف انها حلوه ونفسي احط رجلي، بس انا عندي حساسيه ضد الملح. لعلمك في النيل والله يا بنتي في النيل بصطاد السمك بصوابع رجلي كده، بس البحر المالح ما هتلاقيش. انت اصلا ما تعرفش تقرا التجلوج بتاعها. اقرا ايه؟ التجلوج. اقرا ايه؟ التجلوج. يا ريتها كانت بركت عليك وهي بتخلفك. ترمي طول الازاريطه كلها الفدانين اللي حيلتنا. كان يوم اسود ومنيل يوم ما شفناه. سر اشرب حاجه بس انا مستعجل. انا جيت. شكلك غلطانه يا واد اتنحرر يا واد، بقول لك العيال دي غلطوا فيا. سامحني. ايه دخلوا قبلنا؟ مش في طابور؟ وطي صوتك، انت عارف ده هيودع كام؟ 20,000 جنيه. انا هودع مليون جنيه. بره. اتفضل. ده مش لا خوخ. طب ما اديتنيش موز ليه؟ نازله من البوكس دلوقتي. مش هتروح معانا تجيب الورق ولا انت هتقعدي واحنا نجيب الورق؟ الورق هيولع. انتوا بصيتين كده على طول كل يوم كده نسوان وبتاع. ايه بيطلع لي ده؟ سباحي. تعرف تسوق؟ لو السؤال ده اتكرر هفجر ده في دماغك. دورها لي. كفايه الريحه، ده انا شايفكم كلكم قرع. ولا انتوا قرع ولا ايه؟ شغال مع ولا اسكندراني من هنا اسمه ريكو، كنا بنجيب سلاح من تشيك على رواندا، وهو قاعد في تشيك ومتجوز تشيكيه هناك.
هو رواندا والتشيك قريبين من بعض قوي كده؟ يا جدع انت ايه مفيش جغرافيا ولا ايه؟ رواندا وتشيك كده في سلك شائك بينهم والله. انت عارف سموها تشيك ليه؟ لا. الروانديين هم بيعدوا كل ما يجي يعدوا يروح قميص الواحد منهم تشيك في السلك كده فسموها تشيك. فاهمني؟ بدل رايح فين بيفهم يقول له تشيك يعرف جدعان التشيك قوي ولا رجوله. يوم ما خرجت من السجن احتفلوا بيا احتفال ايه مش قادر اقول لك. جبني التشيك هو ومراته التشيكيه وجاب بنته التشيكيه وابنه الصغير تشيكي وشواشي تشيكيين وقفوا لي على باب السجن. انا خرجت تشيكي مرزوقه تعالي جنبي. انا قلقان من الجدع اللي مطلع رجليه مكان دراعاته ده. بصراحه الحكومه مش مخليهم عايزين حاجه الشباب بدليل ان مفيش ولا شاب عاطل. كله شغال يا باشا وبيصرف وبيلبس وبرفانات والحياه زبادي في الخلاط. ايه يا طه اللي بتعمله ده يا طه؟ طه؟ What the meaning of طه؟ Spelling! طه I'm not طه. Don't tell me طه again. You understand? I'm باكيليو سترونو برونو رجب. انا هطلع دلوقتي عايزك تصحيني 6 الصبح بالظبط. ليه؟ عشان افطر. بس انا باشا كان ليا طلب عند مصر. انا شخصيا استمناه يعني وربنا استمناه من كل قلبي. هو انا باشا ممكن بعد العمليه ما تخلص اخد العده اللي في ايدي دي وربنا يا باشا بص ساعتك تعمل كده النور يختفي، تفتح كده النور ينور تاني وتتكلم براحتك، فاتح قافل براحتك. والنبي يا باشا بعد باشا الو هو قفل السكه في خلقتي ولا ايه؟ نبعت كده يا سلام لو كانوا بقى ربطونا وش في وش. يا نهار بوس رايح ناحيه المطار. باشا اديني اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. ايوه اديني الحقنه بسرعه ارجوك محتاجه الجرعه. فيلم وش اجرام نزل وحقق نجاح كبير جدا بيحقق 15 مليون. فيلم الطفوله عندليب الدقي شخصيتين فوزي وفواز وابدع في تقديم اللهجه الخليجي. ممتاز هنيدي في لعب الكاركتر بيقدم اي كاركتر وكالعاده قضيه الفيلم كانت بتظهر جانب اتحاد العرب مع بعض كسر برواز الكيان الصهيوني. اعان الله اهل غزه وينصرهم على القوم الكافر. بقول لك ايه ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كام درهم في دبي؟ ايه؟ لا شكلك مالكيش في دبي. وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني ولغات اجنبيه كتير كمان. مية انا كده برضه بتكلم مع المصري مصري ومع الاسكندراني اسكندراني ومع الفيومي فيومي ومع الفكهاني منجاوي. قشطه يعني قشطه. زي الدقي انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده انا هو دفعه واحده. هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفني. في حاجه غريبه انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس درهم. اوكي. ليه القوطه؟ الطماطم. عارفه الطماطم؟ قليله الادب. عشان حمراء؟ لا. عشان مدوره؟ لا. طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله اكيد هيجيبوا مطرب غير. ما قولش ايه ما انت اللي قلت كل حاجه يا فوزي. انا بدوخ ولا ايه؟ مالك يا فوزي؟ لا انا مجروح عشان بسافر اتجوز؟ لا عشان هيجيبوا مطرب غيري. اين واطيه يا بسنت بسرعه يا ولد. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمه بتاعت صدرها هات لي دكتور مسالك بوليه وتعال بسرعه. سلام. اما سيجاره يما سيجاره. قلت لك 100 مره شربك للسجاير في البيت ممكن اشمه وده ياثر عليا كمطرب وبعدين عشان صحتك. فوقي نفسك بقى. فوق يا موهوم يا ابن الموهومه. فوقي نفسك يا قذر. سوري يا مصر هطير انا بقى هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودن سمعتني واشمئزت. شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرحوا يا مطربين مصر. افرح يا عمرو العندليب بيولع. افرح يا اصاله. انت اللي طلبتي تطلقي وتسيبي بيتك وتفلقي. والله دمي خفيف. يخرب بيتك يا فواز عسل. نفس السنة بيقدم كرتون طفولة جيل بحاله سوبر هنيدي. محمد هنيدي ليه تأثير كبير في طفولة كل واحد سواء بأفلامه سواء بالرسوم المتحركة اللي قام بالأداء الصوتي بتاعها اللي طبعا أبرزها أداؤه الصوتي لشخصية مارد وشوشني شركة المرعبين المحدودة اللي كان مضحك الأطفال في هذا الفيلم الكرتوني. صوت أيقوني وشخصية محمد هنيدي هي الأقرب لمارد وشوشني. شكل محمد هنيدي ذات نفسه وقصر قامته ووشه البيبي فيس كان سهل على كل طفل مصري وكان قريب منه جدا. شكل طفولي يحبه أي طفل عربي. نحن نسعى لغد مشرق اليوم. نحن شركة المرعبين المحدودة.
شعارنا في شركة المراقبين المحدودة يا مخوفاتي نور حياتي. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك. انا طلعت في التلفزيون. انت شفتني كنت هايل. الو، انا عارف بذمتك حلو، كل العيله شافوه. دي مامتك. اقول لك ايه، موهوب بالفطره. يا صباح الرعب، الساعة 6 وعلى المقيمين خارج مدينة الرعب المحافظة على فروق التوقيت. درجة الحرارة في الظل 25 وده كويس للزواحف، واحتمال يبقى جو هايل لكسل في السرير أو النوم، أو أقول لك الأحسن عمل تمرينات للمخوفتية. اصحى يا شلبي. سنة 2008 بينزل بفيلم رمضان مبروك ابو العالمين حموده اللي بيحقق اعلى ايراد في السنه كلها، بايراد وصل ل 27 مليون جنيه. محمد هنيدي قدم كاركتر في هذا الفيلم عبقري مدرس كما قال الكتاب، اداء قوي وبعيدا عن الكوميديا محمد هنيدي كوميديان قوي جدا وكمان ممثل قوي خريج مسرح معجون فن، تاخد منه مشاهد تراجيدي من اروع ما يمكن. الكاركتر ذات نفسه محتاج اداء قوي حتى لو كاركتر كوميدي محتاج ممثل متمكن. شخصيه رمضان مبروك ابو العالمين حموده دي مزيج ما بين الكوميديا والتشخيص والتجسيد والحضور القوي جدا، شخصيه ابدع فيها محمد هنيدي. اكتر فيلم انت بتحب تتفرج عليه نفسك هنيدي بحق ربنا؟ رمضان مبروك. فعلا؟ بحب الراجل ده قوي قوي. عشقت الراجل ده، عشقته يعني. ما شفتش في حياتك نموذج قريب منه؟ لا شوف طبعا، واحد قريبنا. والله واحد قريبنا كان بيشتغل في التربيه والتعليم، وكان العجله والسفاري والنضاره وشويه من اسلوب رمضان اللي هو صريح قوي، يعني مش مشكله انت تزعلي وبتاع، بس هو صريح وراجل كده دغري الله يرحمه ويحسن اليه. فانا خدت التركيبه اللي من بره. بعد كده هو مخزون عند المصريين من زمان، الشخصيه دي المدرس اللي قلبه على الطالب وعنده التعليم دي قامه كبرى جدا جدا. مع طبعا في السينما بقى بيختلف من خلال مواقف دمها خفيف وبتاع. بيقدم سنه 2009 شخصيه امير في امير البحار اللي ما عجبش جميع الفئات، عجب فئه معينه من الناس. حتى في اقل اعمال هنيدي هتجيب معاك ضحك جامد جدا. فيلم امير البحار نجح وحقق 14 مليون و600 الف جنيه. مفهوم يا ميرو. وانتي ايه طرشه؟ انا عايزه 100 جنيه يا امير. تهببي بيها ايه؟ عايزه اجيب زبده دايت. زبده دايت؟ انت عايزه بقره دايت. ايه اخر حاجة على الدكتور؟ اخر حاجه قالها بيوعظ الاباطين، بيقول لهم خد نجم البحر عشان نبكي عليه. والله ايوه معلومة جديدة. هات موبايلك. 012. هات موبايلك. التاني 010. الموبايل اللي في ايدك. اتفضل قول، سمعنا. ياه، لما يبقى الموت ساعات طعمه أحلى من الحياة. ياه، شايف؟ ياه حياة. يغيب محمد هنيدي في سنه 2010 و 2011 ويقدم سنه 2011 تلفزيون ومسلسل مسيو رمضان مبروك ابو العالمين حموده، وبسبب نجاح الشخصيه دي بشكل كبير قدمها مره تانية في التلفزيون، ومسلسل نجح برضه لما اتعرض. سنه 2012 بيقدم محمد هنيدي اخر فيلم كوميدي تقدر تقول عليه فيلم كوميدي هيعيش، فيلم تيتا رهيبه، الفيلم الايقوني الاكثر من رائع اللي ابدع فيه محمد هنيدي كالعاده، وقدم فيه كاركتر وشخصيه ممتازه، شخصيه رؤوف دي، وقدر يعمل شخصيه وفيلم عايش معانا وترند لحد يومنا هذا. كل القائمين عن العمل كانوا رائعين، سواء باسم سمرة او سميحة ايوب او محمد فراج. فيلم كوميدي لايت خفيف تحب تتفرج عليه في اي وقت. ده كان اخر عمل تقدر تقول عليه عمل يليق بمحمد هنيدي. ده رؤوف وحنين كده على طول، ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لايق مع عفش بيكو ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله. لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص، انا اسمي على انا الفيسبوك. ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه وكلمني بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. تحسن المصحف قوم افضحك قدام ستي، هي فاكراكي شريفه. في 2013 قدم فوازير مسلسل ليكو اللي كسرت الدنيا في رمضان 2013. 2015 بيقدم فيلم يوم ملوش لازمه اللي كان حلو نسبيا، ولو اتفرجت عليه هتضحك جدا مش هتتضايق منه خالص. نار يحيى سامح يحيى. بقى يا اخي بطل تفكر غلط بطل. هو بيحرق في الاول كده بعد كده بيحرق. طب بص اطلع فوق شويه يا سامح، الله يخرب بيت شورتك المهببه. احنا ازاي عملنا كده؟ كلامك زي الفل اهو. سامح يا لهوي. ايه ده؟ يحيى سامح. بعدها اعمال مش قد كده زي عنتر ابن شداد، وقدم مسلسل ارض النفاق اللي عجبني جدا، وعمل بقى حاجات زي الانس والنمس ونبيل الجميل اخصائي تجميل ومرعي البريمو، وكلها اعمال مش قد كده. مستنيين فيلم الجوهرجي لواحد من افضل الممثلين الكوميديين في تاريخ الفن العربي. نتمنى الرجوع بقوه واختيار الورق اللي يليق باسطوره زي محمد هنيدي. وبس كده، انزل اعمل بقى لايك واشتراك وكل الحاجات الجميله دي. كان معاكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بداية النهاية يا ابني.